تخيل كده معايا تبقى سيف اسطوري وليك هيبتك ومره واحده تتحول لانسان، لا وكمان مش اي انسان، ده انت امير مملكه. بس الحكايه ما تكملش كده، لازم ان يبقى فيها شويه غلطات، والامير اللي انت خدت جسمه دوت افشل امير جه في تاريخ المملكه. ده اللي هنشوفه في قصتنا النهارده، فجهز لي نفسك عشان نشوف ايه اللي هيحصل في القصه دي. تبدأ قصتنا بسيف سحري بيتولد من جديد، وبيحكي لنا وبيقول لنا قد ايه هو عمل ابطال كتير وقليل، لغايه ما جه في يوم قابل البطل اللي اعتبره بجد صح. عدوا مع بعض حاجات كتيره لغايه ما وصل البطل لينغل العرش ويعمل حرم مقدس ويحط فيه السيف لاحفاده من بعده. وفي يوم بتحصل دوشه كبيره عند السيف، وبيصحى السيف وبيقول مين الغبي اللي بيقلق راحتي بعد السنين دي كلها؟ ايه المنظر ده يا غبي، انت سيبني. ومن الناحيه التانيه بنسمع الجنود وهم بيتحايلوا على حد بيقولوا له اسمه الامير رجع السيف مكانه، ما ينفعش حد يمسكه غير الملك. فبيتفاجئ السيف وبيقول الخنزير ده امير؟ اكيد بتهزر. فبيتاكد السيف بسلطته، فبيظهر له اسم الامير دوت ادريان، وانه غبي وخنزير وحساله الامبراطوريه. وبنشوف الامير وهو ماسك السيف وبيقول طالما معاه سيف السحر محدش هيقدر يتجاهلني تاني في الامبراطوريه. يا قاتل التنانين العظيم اعطيني قوتك. والناحيه التانيه الحرس بيحاولوا يهدوه، ودوت ولا في دماغه عمال يروح بالسيف لمين وشمال. وفي لحظه وهو عمال يحرك السيف كده بيقع على السيف وبيطعن نفسه، وكل الحراس من حواليه مرعوبين، حتى السيف مستغرب الغبي دوت ازاي طعن نفسه. وبنشوف السيف لاول مره في حياته بيغمى عليه، وبنعرف اكتر عن الامير دوت انه زباله العيله وما ورثش اي حاجه تاهله اللي هو يورث العرش، بسبب اللي هو عنيف وكسول وخنزير. تاني يوم في اشاعه بتنتشر في القصر ان الامير من ساعه ما رجع من الموت وهو في حاجه متغيره، بس الغريب اكتر ان الامير ذات نفسه مهتمش بكل الاشاعات دي. فبنعرف ان دوت مش الامير، دوت السيف بس اتجسد في جسم الامير. بعد ما بيصحى الامير بيلاقي حد بيصحيه وبيقول له ان جلاله الملك وصل. فبيقول بطلنا ايه الملك الحسالة دوت ما جاش وابنه بيموت وهو جاي دلوقتي بيعمل ايه؟ فبتقول له واحده من الخدامات ارجوك خلي بالك من الفاظك، ممكن حد من الفرسان يسمعك. وفي نفس اللحظه دي بنلاقي واحد من الفرسان وراه. It was at this moment that he knew. He fucked up. فبيقول للفارس ده البطلنا سمعت اللي انت رجعت من الموت، افتكر ان الرجوع من الموت ممكن برضه ما يكونش كافي عشان يغير طبع الانسان. وبيأمر الخدامه تمشي وبيبص البطلنا وبيقول له عامل نفسك مش فاكر معلمك؟ فبيقول له بطلنا انا ذاكرتي مشوشه ومش فاكر حاجه. فبيتفاجئ الكل، وفي نفس اللحظه دي الملك بيخش عليهم. حتى بطلنا بيتفاجئ ان الامير الزباله دوت ابن الملك العظيم ده. فبيبص الملك للامير وبيقول له انا شايف ان انت ما حيتنيش، حتى الموت ممكن ما يكفيش ان الواحد يتغير. محروقه لسه الفارس بتاعك ايه؟ الفارس بيقول له جلالتك الامير فقد الذاكره. بيستدعي الملك الدكتور وبيكشف على بطلنا، ولما الدكتور بيخلص ما بيلاقيش اي حاجه في جسم الامير. فبيقول دوت ممكن من اثر الصدمه. فبيبص الملك على بطلنا، وهنا بطلنا بيخاف لحسن يكون اتكشف. فبيقول له الملك يعني نسيت كل حاجه؟ ها يعني انت كده بتلغي كل اخطائك؟ اي حد ممكن يغلط، بس لما ما تكررش الغلط دوت معناها اللي انت نضجت. بس انت بتقول لي انا نسيت كل حاجه، هل بكده انت ما عملتش حاجه؟ طول ما انت بتنكر عمرك ما هتتقدم. هنا الكل بيحاول يهدي الملك. فبيقول بطلنا في نفسه العجل اللي انا في جسمه دوت عمل ايه عشان يستاهل ده كله؟ بعد ما بيخرج الكل بتخش الملكه ام الامير وبتقول له ابن المسكين عملوا ايه في وشك الوسيم؟ ايه ستوب، انت عندك حول ولا ايه؟ مش مهم، يلا نكمل. كده كده القرد في عين امه غزال. مش مهم يا ابني لو مش فاكر حاجه، اهم حاجه تبقى عايش. فبيقول بطلنا في نفسه وسيم ايه بس ده شبه الخنزير. وبعد ما بتمشي الملكه بطلنا بيتهنيه سرحان في جسمه القديم، بيقول في نفسه بدل ما احمي نسل صاحبي عنت حفيده. طيب مش مهم، طالما وصلنا لهنا هنبدا من الاول، هخليه يعيش حياه عدله على الاقل. احلى موف اون في الدنيا ده ولا ايه؟ فبيقول اصل ما افتكرش يعني اللي هي هتبقى صعبه، عشت طول عمري بضرب في ابطالي، يعني مش مهم لو كان جسمه عامل زي العجل، كل اللي لازم اعمله ابني قوتي من الاول. اول حاجه ابني قلب المانا. فبيحاول بطلنا مره ورا مره ومره ورا مره، وكل مره بيفشل والمانا بتتلاشى. بطلنا هنا بيندب حظه بيقول لو معايا بس جسمي القديم كان زماني حاشي الجسم الغبي دوت بالمانا. وفجاه بتخش عليه الخدامه ومعاها دواء من الملك، تبقى واقفه قدام بطلنا قلقانه يا ريت يشربه وما يعملش زي المره اللي فاتت ويرمي كل حاجه. بنفس الوقت دوت بطلنا بيبقى باصص على الدواء متفاجئ عشان بيكتشف ان الدواء دوت جواه مانا. فبياخد بطلنا الدواء وبيشربه على بق واحد، والخدامه بصله مستغرب. بعد ما بيشرب الدواء ده بيجرب يجمع المانا تاني، بس المره دي بينجح حتى لو الكميه قليله. وقبل ما الخدامه تمشي بيسالها لو في دواء تاني. وبعد ايام بنشوف بطلنا وهو اخيرا عملت قلب المانا. عملتها المرات لا تحصى، اكيد يعني هعمل قلب المانا دي حاجه ممكن اعملها وانا مغمض عيني، بس ايه الشعور ده؟ وبيقول نسيت ان صنع قلب المانا عمليه مؤلمه، وبيفتكر كل الابطال اللي دربهم وهم بيتألموا. لازم امسك نفسي، ما ينفعش اغمى عليا بعد كل اللي عملته. وبيقدر بطلنا يسيطر على المانا اللي كانت في جسمه. وبنشوف بطلنا وهو مبسوط بالانجاز اللي عمله، لانه لاول مره في حياته يعمل حاجه لنفسه مش لحد تاني. وفجاه وفي نص فرحته بتظهر له شاشه نظام شبه الرسائل اللي كان بيبعتها للابطال، وبتجيله رسائل كتيره ورا بعضها. جرى الاتصال بالمصدر، تم الاتصال، الحالة غير مستقرة، التقييم متاح بحدود، تم تحسين الرؤية، تم تحسين السمع. ويتفاجئ بطلنا انه بقى قادر يشوف من بعيد ويسمع اللي ورا البيبان. وفجاه بتخلص المانا من بطلنا. فبيقول بطلنا الحواس المطلقة اللي كانت عندي وانا سيف دلوقتي مش موجودة. اكيد كل ده هيتغير لما اوسع وعاء المانا. بس ايه الشعور ده؟ انا جعان، لازم الاول اخد على جسمي البشري.
وبنشوف الملكة وهي مبسوطة جدا من بطلنا إد علشان شرب الدواء بتاعه، وفي وسط كلامه بيخش عليهم فارس واخد بشلة في وشه وشكله مش طايق بطلنا زي أي حد في القصة يعني. فبتسأل الملكة بطلنا أنت عارف مين ده؟ فبيقول لها لأ. فبيقول الفارس اللي بنعرف اللي دوت أخو الملكة وخال بطلنا، تتكلمي وكأنه خسر حاجة عليها القيمة مع إن ماضيه كله أسود يعني. أنا هقول لك حاجة، أنا الحاجة الوحيدة اللي أقدر أساعده فيها إنه يخسر شوية لحم من اللي عنده ده، ما أقدرش أعمل له حاجة أكتر من كده. تشكره الملكة إنه هيساعد ابنها بأي حاجة، وبطلنا الناحية التانية قاعد متوتر من نظرات خاله ليه. وبنشوف بطلنا بعد كده وهو عمال يتمرمط في التمرين، وخاله بيقول له أكلك شربك نفسك بعد كده كل حاجة بحساب، هنا محدش هيعاملك أمير. لو الموضوع مش عاجبك استسلم من الأول، اعمل اللي تقدر عليه، مين عارف ممكن أغير رأيي فيك وأعلمك أي حاجة من فنون السيف السرية للعيلة. وبنشوف بطلنا وهو هيموت من الغيظ وبيقول في نفسه انت بتقول كده قدام اللي معلمك انت واهلك السيف اصلا. خاله بيبص عليه وبيفهم اللي هو مش عاجبه الكلام، فبيقول له انا شايف الكلام مش عاجبك والدهن بتاعك بيترعش حتى. فبيقول بطلنا رهان، تعال نتراهن خلال نص سنة بس، هخليك تعترف بيا، ولو خسرت هعمل لك اي حاجة تأمرني بيها، بس انا لو كسبت هتحقق لي اي حاجة انا عاوزها. فبيبص له خاله كده وبيقول له مثير للاهتمام، انا موافق، مفيش مانع بشوية لعب. وبنشوف بعضها بطلنا وهو بيقول انا اتكلمت بثقة زيادة، بس مع جسم زي ده الموضوع صعب، لازم نستعين بشوية مان، هركز الاول على حرق الدهون. فبيلاحظ خاله حاجة غريبة وبيمسكه وبيفحص جسمه، فبيتصدم خاله لما بيعرف انه عمل قلب مانع، ولما كان لسه بطلنا يفتخر باللي هو عمله بيصدمه خاله وبيقول له قلب المانع ده محدش بيعمله غير المرتزقة من الدرجة الثالثة، مين اللي معلمك القرف ده؟ وبكده نكون خلصنا الجزء الاول من المنهوة. لو عجبك ما تنساش تقول لنا رأيك في الكومنتس، واستنوا الجزء التاني بكرة إن شاء الله. سلام.